نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة إتمام الصيام، لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تطاع فتأجر وتعصى فتغفر. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظم شانك. أيها المسلمون، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. عيدكم مبارك سعيد، والله نسأل أن يدخل علينا وعلى أمة الإسلام هذا العيد بالإيمان والإحسان وبالأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، يوم العيد يوم فرح ويوم سرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح في هذا اليوم ويبتهج ويستبشر بمن يفرح ويلعب في هذا اليوم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولأهل الجاهلية وأهل الجاهلية يلعبون، أو لأهل الجاهلية يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قال: يومان نلعب فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما يومين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من أحسن ثيابه، وكانت له حلة يلبسها يلبسها يوم العيد صلى الله عليه وسلم، فيتزين ويتجمل ظاهرا وباطنا. أيها المسلمون،
أدخلوا السرور على أولادكم، أدخلوا السرور على أهليكم، أدخلوا السرور على جيرانكم، فاليوم يوم عيد، واليوم يوم فرح وسرور وابتهاج. أيها التائبون، يا من تبتم في شهر الصيام وشهر القيام، أيها التائبون الذين تبتم وأطعتم ربكم وفرح بكم ربكم، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. اثبتوا على طاعة ربكم، فلا سعادة للمرء ولا طمأنينة إلا بطاعته لربه ومولاه، إلا بالتذلل إلى خالقه وبارئه ومولاه سبحانه وتعالى. اثبتوا واسألوا الله جل وعلا القبول، واسألوا الله جل وعلا القبول، فإن الله جل في علاه يتقبل من المتقين، كما سألوه سبحانه وتعالى أن يثبتكم. وقولوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أيها المسلمون، كما نتزين في يوم العيد في الظاهر، يجب علينا أن نتزين باطنا، يجب علينا أن نتزين باطنا بأن نطهر هذه القلوب من كل أنواع الشرك، ومن كل أنواع البدع المضلة، ومن كل أنواع الأحقاد، ومن كل أنواع الحسد والغل والبغض. فالله جل وعلا يطلع لجميع الناس في كل يوم اثنين ويوم خميس، فيغفر لجميع الناس. يغفر الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله لجميع الناس إلا اثنين لا يغفر الله لهما، مهما عملوا من طاعات ومهما قدموا من قربات لا يغفر الله لهما: المشرك الذي يشرك بالله وجعل لله ندا وهو خلقه، والصنف الثاني المتشاحنين المتخاصمين، لا يغفر الله لهما حتى يصطلحا، حتى يرجعا، وحتى يصالحا ويتسامحا. والبادئ فيهما بالسلام خير من الآخر، فما أحوجنا إلى أن نتصالح فيما بيننا، وقبل ذلك أن نجدد العهد مع الله جل وعلا، ونجدد كذلك العهد مع عباد الله حتى يجعلنا الله جل وعلا من المقبولين. أيها المسلمون، وأعظم الخصومة أن تجد الابن أو البنت تعقان أو يعق أو تعق أباه أو أمه، كلاهما أو أحدهما، هذا من أعظم العقوق. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذر أيها العاق، فاحذر أيها الابن، فاحذري أيتها البنت أن تعقين والديك، فإن ذلك من أعظم الجرم بعد الشرك بالله جل وعلا. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأوصى الله جل وعلا بالوالدين بعدما أوصى بعبادته وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. كذلك من الجيران من هو متخاصم، ومن الأقارب والأحباب والأصدقاء من تخاصموا، فهذه فرصة، العيد فرصة ثمينة حتى تمحو هذا الذنب العظيم، وحتى تطهر هذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، إن صلحت صلح الجسد كله. فالله نسأل
أن يصلح قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعلني وإياكم من المتقين الخاشعين المتحابين في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معشر الآباء معشر الأمهات، ارعوا أبناءكم وربوهم تربية صحيحة سليمة، ربوهم على الأخلاق الفاضلة، ربوهم على رحمة وسماحة الإسلام، ربوهم على مبادئ الإسلام العظيمة الجليلة، وادعوا لهم بالهداية والصلاح، كما راقبوهم في السر والعلن، واسألوا الله جل وعلا أن يحفظهم ويحفظ سائر المسلمين. فأنتم مسؤولون وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل أيها الأب وستسألين أيها الابن عن أبنائك عن أولادك، ماذا قدمت لهم؟ ماذا قدمت لهم من خير؟ ماذا قدمت لهم من طاعة؟ ماذا قدمت لهم من فضل وإحسان؟ معاشر النساء، اتقين الله جل وعلا، اتقين الله جل وعلا في السر والعلن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. فاتقين الله جل وعلا وحافظي على صلواتك وتبعلي لزوجك، وكوني خير زوجة لزوجك، أحبيه وأطيعيه ولا تعصيه إلا في منكر وسوء. لا تعصي زوجك إلا في منكر وسوء، أطيعيه فإن أطعتيه دخلت الجنة. كما عليكن أيها النساء، ورآكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار، فلما سئل قيل لماذا؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فلا تكثرن اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، ولا تكفرن العشير، ولا تكفرن أزواجكن، واشكروهن واحمدوا الله جل وعلا على نعمه وآلائه. كما اتقين الله جل وعلا بلبس الحجاب الشرعي الذي أمره الله جل وعلا، وتجملن بالحياء والحشمة، واحذرنا كل الحذر من كل أنواع الشرك والبدع والشعوذة. فمن أتى عرافا أو كاهنا لن تقبل منه صلاة 40 يوم. فإن صدقتيه أيها المؤمنة، فإن صدقتيه فقد كفرت بما أنزل على محمد. فاحذرين كل الحذر من جميع أنواع الشرك ومن جميع أنواع الشعوذة، حتى تلقين ربك موحدة سالمة غانمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يدخل علينا وعليكم هذا العيد بالأمن والإيمان وبالسلم والسلام. كما الله نسأل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. نحن في يوم فرح وإخوانا لنا في يوم حزن، وفي يوم كدر ومضر، في يوم طغيان يعيشونه مع أعداء الملة والدين. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا. اللهم تقبل موتاهم وشهداءهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم انصرهم على عدوك، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك عدو الملة والدين.
اللهم انصر المستضعفين في كل مكان وزمان من المسلمين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أدخل عليهم الفرح في هذه الأيام بنصر من عندك وعزة من عندك يا جبار يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمارنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم انصر عبدك الخاضع لجلالك وعزك وسلطانك الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقر عينه بصنوه المولاي الحسن، وبارك فيه وسائر أسرته العلوية الشريفة. اللهم يا أرحم الراحمين نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالذكر والإيمان والقرآن يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأدعو النساء والرجال كبارا وصغارا أن يتصافحوا وأن يظهروا البسمة والسرور في وجوه إخوانهم، والحمد لله رب العالمين.